بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وانتم بخير وبعود الأيام على الأمة الإسلامية وعلى شعب مصر العظيم وعلى مدينة بورسعيد الباسلة. الأسبوع ده مر صعب عشان موت محمد علي، ولكن في الآخر احنا لابد نبقى فاهمين احنا اتعلمنا ايه من محمد علي. اللي مفيش حاجة صعبة ومفيش حاجة مستحيلة. عشان كده أنا بوجه رسالة أخيرة لسيادة محافظ بورسعيد. كل سنة وانت طيب سيادتك. أنا بعت من شهر رسالة صوتية وعشان موضوع ان انا اعمل ورشة عمل للشباب في المركز الثقافي أوبرا بورسعيد، ولم يصلني رد من سيادتك، وحاولت اوصل بتوع مجلس الشعب ومجلس الأمة، وبعت لهم نفس الفيديو. في الآخر خالص كله طنشني، ولكن الشباب مش سايبيني سيادتك. مئات وآلاف من الشباب البورسعيدي نفسه إن احنا المركز الثقافي، مركز الإبداع الأوبرا بورسعيد، اللي هي تبقى مركز مفتوح على طول لتعليم شباب بورسعيد الحرف الفنية، ويبقى بمثابة ان في كل شهر ورشات عمل مسرحية، سينمائية، فيديو جيم. انا عندي مشروع كامل لهذا المركز، والحاجة اللي عاوزين كلنا نفتكرها ان المركز ده معمول بفلوس صندوق المنطقة الحرة سيادتك، يعني مخصص لبورسعيد. ولكن اللي سمعته ان تم تجهيز المركز ان هو يبقى تبع أوبرا القاهرة والمركز ووزارة الثقافة، وان يجي كل شهر يعني فرقة تعمل عرض في بورسعيد زي الموجود في محافظات والأقاليم، تبقى بمثابة مكان للمسرح. اللي أنا أعرفه إن في مكانين للعرض السينمائي والمسرحي والاجتماعات وكافتريا، وده بس. مشروع سيادتك إن هو المركز الثقافي لابد إن هو يبقى فيه فاسيلتي، يبقى فيه مركز لبيع الكاميرات السينمائية وتصليح الكاميرات السينمائية، وإن احنا نقول للمنتجين والمخرجين في القاهرة إن أنت لو جيت تاخد الكاميرا من غير ما يدفع عليها جمارك لو أنت صورت بورسعيد الفيلم كله. وبما إنك أنت بتاخد 3 شهور في بورسعيد بتصور، بيطلع جواب من المحافظة إن الكاميرا دي مستعملة ويبقى في تخفيض في الجمارك. نعمل مكان للتصليح كاميرات، لأن سيادتك ما في الكاميرات بتبوظ في القاهرة بتسافر بيروت أو دبي أو أوروبا. لا، مع بيع الكاميرات يبقى في مركز للصيانة، وهكذا. مش بس يبقى في مكان للمونتاج ومكان للتسجيل الصوت، ونجيب الأستاذ عمرو دياب ونقول إن هو
يبقى مستشارنا إن هو نفتح مكان لتسجيل الأغاني، ويجي لنا فرق من القاهرة ومغنيين يعملوا الألبوم عندنا. يبقى في ذلك الحال يعني يبقى عندنا مكان مفتوح على طول ودخله فلوس، ومش بس فلوس، ان هو شباب بورسعيد بيشتغل في المركز. مش هنجيب، لان هو لو سيادتك بالطريقة اللي سيادتك عاوزها، اللي هي تبقى تبع وزارة الثقافة وأوبرا القاهرة، هيبقى مقفول طول الشهر، ممكن كل شهرين يتفتح. لا، صرف عليه 250 مليون جنيه من صندوق المنطقة الحرة. سيادتك أنا سامع اللي أنت عاوز تلغي المنطقة الحرة. لا 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 لا، المنطقة الحرة لابد اللي احنا تبقى مساعدة ان نجيب أجهزة من غير جمارك، ويبقى في سياحة ثقافية، بيجيلنا كل السينمائيين يستعملوا الأجهزة ديت، وسهلة جدا. كل الشركات الكبيرة تفتح عندنا مراكز للصيانة والتصليح وللبيع، لأنك انت هتبيع منطقة حرة. سيادتك لابد اللي احنا نستعمل المركز، مش بس مسرحية وأوبرا تيجي هنا وهناك وتتقفل. سيادتك بقى يعني أنا أعتقد بعد ما أنت هتفتحه تاني يوم هيتقفل. لا 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 لا، يعني لابد إن احنا نعمل المركز الثقافي الأوبرا إن هو يبقى مكان ليه إن يجي فيه أساتذة زي سمير العصفوري يدرس البورسعيدية المسرح، أستاذ أحمد سخسوخ يدرس مسرح، ودول من أعظم ناس موجودة في القاهرة ولكن بورسعيدية. أنا عندي استعداد أجي وأجيب ناس من هوليوود، أسامي كبيرة تعلم الشباب البورسعيدي، لأن سيادتك اما الشباب بيروح، وأنا قلت ده قبل كده وسيادتك سمعت. أنا طولت من غير ما أعرفك على نفسي، لأن أنا سمعت أنت قلت مين ده سيد بدرية. أنا هحط حاجة من التلفزيون المصري بتقول من هو السيد بدرية، بعد كده أكمل لسيادتك. سيد بدرية أحد الطيور المصرية المهاجرة إلى أمريكا منذ سنوات ليستقر في هوليوود، وحقق نجاحا كبيرا في مجال السينما الأمريكية. سيد هو ابن محافظة بورسعيد، ومنذ صغره وهو محب للسينما التي يهرب من خلالها إلى عالم الأبطال والأفلام المثيرة، ويجد فيها المخرج الوحيد له من هموم الحياة التي عانى منها وهو طفل بسبب مروره بفترة الحرب من 67 إلى 73 وسوء الأحوال المادية لأسرته. You not the only one had a dream. I had a dream too. You wanna be like Billy Jack, I wanna be like Omar الشريف. تلك الأحوال لم تمكن سيد من الحصول دراسيا إلا على الدبلوم، إلا أن حلم النجومية ظل يراوده حتى قرر السفر إلى أمريكا وراء حلمه. وفي أمريكا بدأ رحلة الكفاح، واستطاع أن يحصل على بعض الأدوار في أفلام أمريكية كبرى أمام كبار النجوم مثل Independence Day و Three Kings و The Insider. اللي أوله هنا يمشي، أنا المعلم. أكيليو اندبندنس داي، ستار جيت، وانا شخصيا معجب بفيلم ايرون مان جدا لانه في تكنولوجيا كتير. احنا معانا النهارده ممثل مصري ممكن الوش ده تكونوا ما تعرفوهوش في مصر، وده هسأله عنه، ولكن هو بيتقال عليه في الولايات المتحدة الأمريكية
طبعا سيد بدرية بيتقال عليه انه if you want a doctor or a terrorist اذا كنت محتاج لدور طبيب او لدكتور لدور ارهابي. وبعد كده غيرت الفكره دي بالمناسبه. أيوة. انا عارف ما هنتكلم في الحكايه دي. موجود معانا النهارده في الحلقه اليوم، بنرحب بيك. احنا بنرحب بيك جدا. مساء الخير. كالعادة بحيي الشعب العربي والشعب المصري، وبالأخص بحيي شعب بورسعيد ومدينة بورسعيد الباسلة. قشطة عليكم. قشطة عليكم. مصري بورسعيدي أصيل، يعني هوليودي بس الأصل بورسعيدي، ومنورنا هنا النهارده في الحياة اليوم. قول لي بقى حكايتك إيه؟ أنا ببيع الحلم. نجاحي في هوليوود حتى لو أكون صغير بيدي لكل أطفال الحارة والزقة في مصر الحق إن هم يحلموا. اتربيت فقير في حارة مصرية في بورسعيد جميلة. بكده يعني سيادتك تكون أخدت فكرة صغيرة عن شغلي. أنا هاجرت، طلعت من بورسعيد 79، درست جامعة في أمريكا سينما، خرجت من أكبر جامعة في العالم نيويورك يونيفرسيتي للسينما، اشتغلت مع الباتشينو، جورج كلوني، مات ديمون، جوانا بيلترو، مخرجين زي أليفا ستون، مايكل مان، جون فافيو. اشتغلت مع أكبر ناس في السينما العالمية، والحمد لله عملت بطولات وعملت أفلام صغيرة وأفلام كبيرة وأفلام انتجتها وأفلام أخرجتها. فأنا عندي استعداد أساعد الشباب البورسعيدي، ولكن إن يعني سيادتك ما ردتش على موضوع ان احنا نيجي نعلم شباب بورسعيد ورشة عمل، لان شباب بورسعيد ما بيروح للقاهرة بيتنصب عليهم. لابد اللي احنا نحافظ على بورسعيد. سيادتك بورسعيد لابد اللي هي تبقى فيها سياحة ثقافية، يجي فيها مخرجين، يجي فيها منتجين، يجي كل ده يجي المركز، لان المركز هيبقى فيه فاسيليتي وهيبقى فيه كل حاجة اللي احنا نأجرها للناس دي. احنا كلفنا 250 مليون، هنقفله سيادتك؟ يعني بالشكل اللي انا سامع لسيادتك مع وزير الثقافة اتفقتوا على ان الاوبرا اللي تمسكه. لا، ما ينفعش. هيجيبوا شوية ناس من القاهرة يمسكوه، واحنا استفدنا ايه؟ يجي لنا كذا عرض نتفرج. طب ما عندنا دار الثقافة سيادتك شباب بورسعيد ليه الحق ان يتعلم بدل عندنا. وما شاء الله يعني انا شفت المبنى وجمال المبنى، مش بس هنسيبه كده شكلا، لا، لازم يساعد الشباب، لان الشباب ده الموجود. احنا سيادتك 2 3 4 5 هنموت، ربنا يديك الصحة، ولكن احنا لابد اللي احنا نساعد شباب بورسعيد. وللإخوة بتوع مجلس الشعب أو مجلس الأمة، أنا بعت لكم وما ردتوش عليا عشان تساعدوني. خلي بالكم إن الشباب هيعرف كده. وسيادة المحافظ أنا يعني سيادتك عملت يعني أمناء للأوبرا على عينه وراسنا، الأسامي الجميلة، رئيس هيئة قناة السويس كامل أبو علي، هانا بوريدة، تجار كبار، الأسامي الكبيرة، جبر، الناس المعروف. بس دي الأسامي دي في كل حاجة، كل من يحصل حاجة بورسعيد همهم سيادتك، هم على عيننا وعلى راسنا.
بس يعني انا مش شايف. لابد اللي يبقى فيه مستشارين من المهنة، مش كده ولا ايه؟ انا عملت اللي عليا، وده اخر مرة هتكلم مع سيادتك في الموضوع ده، لان انت طنشتني، ما ردتش عليا او لا، لان انا كلمت السكرتير بتاعك كامل ابو زهرة وقال لي احنا لسه بندرس في الموضوع، وعارف اللي سيادتك شفت الفيديو وقلت مين ده سيد بدرية. ف انا امالي واحلامي في شبابنا. خلاص سيادة المحافظ، انا هوجه كلامي للشباب، ما تيأسوش، لانكم انتم زهرة بورسعيد، وردة بورسعيد. اوعوا تيأسوا، يعني لكم مكان، لكم دار ثقافة، لكم المركز الإعلامي تروحوا. واللي بيقول لي ازاي انا اوصل للمحافظ، لا، روح للمحافظ، وقف تحت واطلب اللي انت تشوف المحافظ. ما تخافوش. يعني انا شفت فيديو المحافظ بيشتم واحد شاب ويقول له انت مش نظيف وكلام. ما تخافوش، لا لا لا، هو كان متزرجن بس. لكن روحوا له، اطلبوا حقوقكم، اطلبوا حقوقكم، لان هو شغال عندنا، شغال عندكم ايها الشباب. انا والله العظيم ما بهاجم، انا ما بهاجمش سيادة المحافظ، ولكن انا بطلب حقوق الشباب، لان انا اتربيت في مكان محافظ بورسعيد سيد سرحان والرجاله اللي حواليه، ابو القاسم، لهيطة، الحاج الفقي. شايف الاسامي الكبيره دي؟ كان لما الواحد بيحتاج حاجه في بورسعيد كنا بنروح لهم. شبابنا وحبايبنا، انتوا امل بورسعيد وامل مصر، ولوكوا الحق في المركز الابداع اللي انتوا تتعلموا فيه ويتعمل لكم ورشات عمل. Don't give up. لا تيأس. السلام عليكم. سيد بدرية من حارة ابو دنيا بورسعيد.